بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير. النهارده هنعمل فيديو سهل وسريع بمناسبه المولد النبوي. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده القشطه القشطوطه. شايفين يا جماعه القشطه؟ عملناها بكل سهوله وامكانيات بسيطه جدا، ولا اننا نجيبها من بره بالغالي. شايفين القالب قد ايه؟ وكمان في قالب نص كمان انا عاملاه. شايفين الطراوه؟ شايفين المسكن؟ ومطاطيه هتشوفوها دلوقتي، هقطع لكم اهو منها. شايفين يا جماعه الطعامه؟ بسم الله تبارك الله. هوريكم ازاي بتمط. شايفين بتمط. شايفين بتمط قد ايه يا جماعه؟ سهله جدا والطعم خطير. يلا نبتدي الفيديو بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. هنحط بقى دلوقتي معانا، هتجيبي ب5 جنيه جيلاتين، هيديكي 3 معالق 4 معالق. خدي 3 معالق كبار مليانين، عليهم نص كوبايه من الميه. شايفين يا جماعه؟ هنقلب كده الجيلاتين وهنركنه على جنب، بس قلبيه حلو واركنيه. وخلي بالك يعني ايه، تخلي بالك ان الجيلاتين يكون كويس، ما يكونش مركون عندهم وفاسد، عشان الجو بيبقى حر بيفسد الحاجه. فدلوقتي الجيلاتين بتاعنا اهو ركناه، وهنبتدي نعمل ايه؟ الخطوه التانية. معايا كوبايه من السكر، والكوبايه التانية يعني حطينا كوبايتين من السكر يا سكر، ومعايا نص كوبايه من عسل الجلوكوز. انا كنت هعايرها بس ايه بالويم كده، انا عملتها بس هي نص كوبايه، 3 معالق يعني، على على تلت كوبايه من الميه. شايفين يا جماعه؟ اهو. حطيه كده على نار هاديه لغايه ما السكر يسيح، وبعدين يبقى قلبي براحتك. على ما السكر يسيح والبتاع والشربات يتعقد، هنروح عاملين ايه؟ هنجيب كيس كده ونوضب حاجتنا بقى اللي هنحط فيها القشطه القشطوطه. هنجيب كيس مسحناه بالزيت، هنحطه في القالب بتاعنا، ممكن في اي صينيه، ممكن في اي طبق انت عايزاه، اي حاجه عندك حط فيه. ما احنا ما بنقولش لاي حاجه لا، ما تقفيش عشان حاجه بسيطه كده. هندهن بالزيت بقى اهوت، ونظبط ايه كيسنا في قلب القالب. خطواتها سهله جدا والله، وطعمها جميل جدا. وانت بتروحي تجيبي ايه؟ كنت بتروحي تجيبي بالحلويات بمولد النبي حاجات غاليه جدا، وهي في الامكانيات يعني، وفي مكوناتها كلها بسيطه. اه، رشينا القالب بقى بجوز الهند. عندك زبيب حطي، ما عندكش مش مشكله. حطينا جوز الهند اهوت وزبيب كده. وضبنا حاجتنا، وضبنا الحاجه اللي هنحط فيها. بس فين اللايك بتاعكم بقى؟ انا كده هزعل. انا بجيب لكم الحاجات ووصفات سهله جدا، انا محتاجه اللايك بتاعكم عشان يشجعني. يلا حطي ايدك على اللايك كده وشجعيني واكبري بخاطرنا. شايفين يا جماعه الشربات؟ بعد ما الشربات ما يغلي بدقيقتين، وزودي عليه كمان دقيقتين بعد الغليان، وبعدين ادفع عنه. شايفين الجيلاتين بتاعنا متماسك ازاي؟ لو لقيت الجيلاتين بتاعك حلل كده، يبقى الجيلاتين بتاعك مش حلو، فركزي وخلي بالك. كده بقى خلاص حطينا الجيلاتين. هنجيب الشربات اللي احنا عملناه اللي حطيناه على البوتاجاز، وبعد الغليان سيبناه دقيقتين، هنجيبه يهدى 5 كده يعني سكه صغيره كده، ونبتدي ايه نحطه على الجيلاتين ونضرب. شايفين؟ اللي وصل الفيديو بقى معايا لغايه دلوقتي ما ينسناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وطبعا تشجيعي يا احلى متابعين. كده هنضرب بقى كده، اللون بتاعنا ايه، اللون هيتغير كده شويه وبعدين يفتح معانا. شايفين؟ هو هيفتح شويه بشويه. والله القشطه دي انا لقيتها سهله جدا. شايفين القوام بتاعها؟ لما ترفع كده على المضرب من فوق كده، كده تعرفي اللي هو كده خلاص انضربت وبقت كويسه، وبقت معانا مطاطيه. شايفين؟ كده هنجيب القالب بتاعنا بقى ونصب. عايزه تحطيه كله في القالب كله مره واحده ماشي، بس انا مش عاوزاها يعني ايه تكون تخينه قوي. وبسرعه بسرعه تحط عليها الجوز الهند اللي عندك، والسوداني زبيب، ترشها على وشها على طول عشان هي ايه بتربط بسرعه كده. يلا اهي القالب التاني بتاعنا الصغير، مش انا قلت لكم هو قالب ونص اهو. حطينا جوز الهند، زبيب، ويلا ننزل بقيه الايه القشطه. يلا عشان هي كده هتتماسك معانا، مش هنعرف ننزلها. يلا هنحطها بقى في القالب اهو. شايفين يا جماعه؟ شايفين انتوا؟ هي باينه المطه كمان من قبل ما تجمد، ولا نحطها في التلاجة ولا نبيتها بره التلاجة.
انا هحطها على الرخامه واغطيها كده لغايه الصبح، وهوريها لكم ان شاء الله، لان انا كده بعملها بالليل. شايفين؟ رش بسرعه كده جوز الهند عشان يتمسك فيها كده اهو. رش كده، شايفين يا جماعه؟ والله خطيره. وانت لو انت بتشتري كده، يعني بتشتري حلاوه المولد بالكيلو، يعني بتجيبي علف، بتجيبي قشطه، بتجيبي لديده، بتجيبي الحاجات ديت، الخرطه منها يعني الحته قد كده غاليه، وهي بكل بساطه يعني هي كوبايه سكر. شايفين؟ والزبيب والجوز الهند باقي من رمضان عندنا، حطينا في التلاجة وزي الفل، ما جبناش حاجه من بره ولا كلفنا نفسنا، هي كوبايه السكر وبس، وب5 جنيه جيلاتين. شوفوا عملوا لنا قد ايه، كميه قد ايه. وانتوا شفتوا القالب قد ايه في اول الفيديو ومطاط ازاي. شايفين؟ غطي عليها كده وسيبها على الرخامه ساعتين 3 ويلا نبص عليها. غطيها كده، يلا نبص عليها بقى بعد الساعتين 3 اهو. شايفين يا جماعه؟ هنشيلها من القالب بقى ونبتدي نقطع معاكم ونوريها لكم. واللي يحب يشجع صفصف يحط لها لايك. شايفين يا جماعه القالب؟ هي بتتكلم عن نفسها. والله دي اول تجربه ليا، انا ما عملتهاش السنه اللي فاتت، بس انا قلت حابه اعملها السنه دي وعملتها. شايفين يا جماعه المطه قد ايه؟ شايفين المطه طول ايه؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فل فل فل. هنقطعها بقى ومعايا شويه جوز الهند. هتعوزي هتمسحي السكينه بالزيت عشان تعرفي تقطعيها، وكل قطعيه بقى كده تروحي ايه عاملاها جوز الهند، عشان ما بين الخرطه والخرطه اكيد ما فيهاش جوز الهند، هنحط لها. ويا ست قدمي كده. بتهيأ بذمتكم يعني ديت متعبه؟ والله ما هي متعبه، ولا خدت وقت ولا مجهود ولا تكلفه. حط كده. شايفين يا جماعه؟ وكل سنه وانتم طيبين، وحبايبي كلهم طيبين يا رب، ومتابعيني طيبين. واللي شافني واستفاد مني باي حاجه بسيطه كده اهوت يعمل لي لايك، وما ينساش يعمل لي شير في القناه. شايفين يا جماعه القالب التاني اهو. لازم تعوز السكينه كده من الزيت عشان هي بتلزق. قطعها الحجم اللي انت عايزاه، دي ترجع لك كبيره صغيره لك انت. ويا جماعه ما تنسوش تدعوا لاخواننا في فلسطين، ربنا يا رب يرفع عنهم البلاء، يا رب يا رب يا رب يا رب. يا رب ادمها علينا نعمه يا رب، واحفظها من الزوال. ادمها علينا نعمه يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وانا زي ما قلت لكم في كل فيديو لازم نصلي على النبي كتير. البركه يا جماعه في كل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفعنا يا جماعه، شفعنا وحبيبنا. وكده الفيديو بتاعنا انتهى، اقول لكم سلام.